عندنا تجهيزات بكرة ضرورية جدا، ويوم طويل جدا في الشارع هنتعرض فيه للشمس، فلازم نرتب بشرتنا. رحلة ال30 يوم من التطوير والإنجاز هتبدأ من بكرة، فالنهاردة عايز يكون أول فيديو موثق لإنجازات هتحصل خلال 30 يوم. أول يوم تحدي في تحدي عبارة عن 30 يوم هتحدى فيهم نفسي، أطور نفسي، أبطل عادات سلبية وأكتسب عادات مفيدة، وأعمل 15,000 في الشهر. أقل وقت ولكنه مش أقل مجهود. عشان نوصل لازم نتعب، وما تنساش إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فخلينا نشوف هنبدأ نعمل إيه. ده الساعة كام؟ 4. مش قادر، عايز انام. بس لو نمت ضميري هيأنبني. صباحنا وصباح الملك لله، توكلت عليك يا رب. انام؟ لا مش هنام. انا ليه حاسس بكسل وحاسس ان في حاجات واقفة على قلبي كده. عرفت، ده تفكير سلبي وتفكير شيطاني، والحل ان اصلي. انا عرفت هعمل ايه. كده احنا جاهزين. مننساش ناخد معانا كاب عشان الشمس هناك ما بتهزرش، جوانتي عشان ايدينا ما تتوسخش. ودلوقتي مع راس المال 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 جنيه. وده مصروفنا 20 40 50. هنصرف منهم المواصلات، وهنجيب عصير واي ثمرة فاكهة عشان نفتح نفسنا على اليوم. لازم نسيب ذكرى ايجابية في يوم البضاعة عشان نحس ان ده يوم خفيف ونحبه، وممكن برضو نهوي بيوم لو الجو حر. اكتر حاجة بحب ابدأ بيها يومي. تعالي. الله يا ربي. ادعي لي يا قولي لهم يعملوا سبسكرايب. يا ربي على القمر. جماعنا متعلق جدا بالحيوانات الأليفة، بس بتتمتع كمان. سبحانك يا رب. تيجي معايا السوق؟ طيب نعمل دلوقتي. شباب طبعا عايزين نقول حاجة مهمة جدا، ان احنا لبسنا الكاب عشان انا شعري ضد مشاويري. انا متفائل خير، ويلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل معانا النهارده. اول انسان يظهر في الشارع. نصيحة وانتم ماشيين، استغفروا ربنا وسبحوا، ده هيسهل عليكم اليوم، يخلي نفسكم راضي. انتماء الشعب المصري ما يتوصفش، حاجة من الحاجات اللي بحبها قوي. وده احلى شوب عصير تشربه وتبدأ بيومك. هتوصلوا محطة مصر وهتركبوا من هناك سوق الجمعة. شوف، عايز اقول سوق الجمعة من اكتر الاماكن اللي ممكن تجيب منها اي حاجة، اي حاجة حرفيا، تبقى اسعار رمزية كلها. دي اول كمية طلعنا بيها الازاز ده من عند اول بياع. طب يا شباب الكمية دلوقتي بقت الضعف، بس هو الفكرة ان كل ده اصلا ولسه السوق بيفرش، لسه الدنيا بتشتغل، فاحنا لسه بنبدأ اول كده استفتاح. وصلنا دلوقتي لحد تقريبا كده 25 30 ازازة، ولسه الكمية معانا بتزيد. احنا خدنا لفة كده، بس التوقيت الشتوي امبارح اختلف ساعة، فايه احنا جينا بدري شوية. طبعا قاعدين بنشرب قهوة. واقول لكم على واحد اسمه وليد هنا، بجد هتلاقوا عنده شغل تحفة بكميات وبأسعار، وكل الحاجات اللي انتوا عايزينها، ستايلات مختلفة، احجام، اشكال، بامب امريكان اوتومايزر لف، كل ده هتلاقوه طبعا. دي الكمية اللي انا اخترتها، طبعا شلتها على جنب عشان مفيش حد ياخد منها. ناس كتير بتنقي اللي هي عايزاه، وفعلا بياخدوا كميات كويسة. ده الشارع، اسألوا على واحد اسمه وليد اخو رمضان الضاني، عندهم ازاز كتير جدا. تمت المهمة بنجاح. شباب جبنا النهاردة شوال كبير جدا، هنطلع نشوف الشوال ده فيه ايه وجبناه بكام، وهنعرف كل التفاصيل فوق. يلا عشان عايز اخد شاور. مساء الخير، احنا وصلنا.
دلوقتي هنشوف الشوال ده فيه ايه. دلوقتي احنا فرزنا البرفان، والمرحلة المهمة جدا دلوقتي النوم. هننام ولما نصحى ان شاء الله هنغسل البرفيوم وهنشوف الازايز في المرحلة النهائية بعد التنظيف هيبقى شكلها عامل ازاي، وازاي هنخلي البرفيوم جاهز ان هو يتقدم للسوق وينافس في اقوى انواعه. صحينا النهارده وهنبدا في اهم مرحله، تنظيف الازاز ونخليه بروفيشنال قادر ان هو ينافس في السوق. دلوقتي اقول لكم ايه اهم الادوات اللي نحتاجها معانا، طبعا كلها حاجات منزليه بسيطه، ويلا نشوف هنستخدم ايه. اول حاجه هنا هنلاقي عندنا ميه فيها معطر او فيها كلور، اي ماده ممكن تنضف معانا الازاز هنحتاجها. تاني حاجه فوطه، ويستحسن تكون بطبقتين كده عشان تمتص الميه. تالت حاجة هنحتاج معانا بنز ومفك، ودول هقول لكم هنعمل ايه بيهم. واهم شيء نكون قاعدين في مكان كويس. انا بصور في الفراندا عندي، ودي خطوة مهمة جدا، ما تنضفش اي شيء من العطور في البيت جوه عشان ما تبوظش المكان. فاختار مثلا فراندا، بلكونة. انا هنا عندي فراندا كده كبيرة شوية، فالمساحة عندي كويسة اقدر استغلها في التنظيف والحاجات زي كده، وبعد كده ممكن نكنس وننضف مكانها. في بقى حاجة مهمة جدا ما ننساهاش، المشروب بتاعنا عشان ما نحسش بضغط الشرب. ويلا بينا نبدأ ونشوف هنوصل لفين. بيبقى في نوع من الازاز كده الاوتومايزر بتاعه مش لف، هنشوف بيتعمل ازاي. في الواقع النوع ده عباره عن ازازتين. اول ازازه معروفه اسمها هيرمز، الازازه دي الاوتومايزر بتاعها عشان تخلعه بتشيل الاول الاوتومايزر الرشاش الصغير، بعد كده بتخلع الحلق يدوي عادي جدا بايدك لفوق بيتخلع، وبعد كده بتلاقي فريم بلاستيك بتشيله برضه اتخلع معاك. عشان تركبه بتركب العناصر من الاول، بتركب الفريم البلاستيك، بعد كده الحلق ذات نفسه، وبعد كده الرشاش الصغير، وكده الاوتومايزر بتاعك بقى جاهز. وفي نوع تاني من الازاز بيبقى ما فيهوش الفريم اللي بيتخلع بالايد، بس بيتخلع بحاجه ثانيه. الازاز ده مثلا اهو، ده اوتومايزر بامب امريكان، يعني القلب بتاعه بلاستيك، هو قابل لاعاده التدوير. يعني مش شرط ان انا طالما خلصت الازازه ما اعرفش املاها، لا انا بعرف املاها تاني. فانا بعمل حاجه معينه هنا، بخلع الاوتومايزر الرشاش الصغير زي ما اتفقنا. تاني حاجه بعملها بالبنز، وخلي بالك قوي من الحته دي، بلمسه لمسه صغيره خالص كده، لمسه صغيره خالص عشان ما اجرحش الفريم، وباخده سنه يمين وسنه شمال. طبعا معايا تمام اهو. لو بصينا على الفريم ما فيهوش حكشه، يعني العميل يبص لها، المستهلك يبص لها ازازه نيو جديده، هو ده هدفنا في الاول. ويلا بينا نشوف الازاز بعد ما يتقفل هيبقى عامل ازاي. وبعد مرحله التنظيف دي النتيجه اللي وصلنا لها شباب، عملنا شويه ازاز، ازاز تحفه. وطبعا لو بصينا هنا هنلاقي الكميات التانية كلهم على بعضهم كده وحسبناهم هنلاقيهم 100 ازازة بالظبط. دي الغطيان بعد ما اتلمعت، وطبعا لسه البرفان هيتقفل، ولسه هنشوف النتيجة النهائية بعد ما نقفل البرفان. وهنتكلم على شوية حاجات مهمة في البيع، وهنشوف افضل الطرق اللي نتكلم بيها ونقدر نسوق المنتج المحترم ده. يلا بينا دلوقتي نتعلم ازاي نقفل ازازة البرفان وايه الادوات اللي نستخدمها عشان نعرف نقفل الازازة. اول شيء الكحول، مضخة الكحول، وهنفضي اللي هنا. اهم سؤال دلوقتي، هنحط قد ايه زيت في الازازه؟ بص، هو الموضوع ده بيتوقف على حاجتين، اول حاجه حجم الازازه، تاني حاجه نوع الزيت اللي انت بتستخدمه. ده الحجم ال 100 مللي بيبقى اكبر حجم، وده حجم ال 30 مللي اصغر حجم،
وده حجم ال 50 مللي اللي بيبقى في رينج المتوسط، وده المنتشر في الغالب. في ال 100 مللي هنحط 20 جرام خام، وهنحط في ال 50 مللي فكفايه جدا نحط فيها 20 جرام خام، ولو نحط في ال 30 مللي كفايه جدا، او ال 30 او ال 25 او ال 20 مللي كفايه جدا 10 جرام خام تكون من شركه كويسه. هيكون تكلفه الزيت لو حسبتها الجرام مثلا واقف عليك ب 2 جنيه، تكلفه الزيت من 20 لحد 30 جنيه على حسب برضو كواليتي الشركه اللي انت بتستخدم منها. يعني ازازه البرفيوم بعد ما نقفلها هتكون واقفه علينا في الاخر ازازه برفان 2 جنيه ونص، 20 جنيه زيت، ادي 22 جنيه ونص، وبعد كده هقول لك على العلبه ونشوف تكلفتها هتوصل لكام. حاجه مهمه جدا عايز اقول عليها، الازاز اللي احنا بنستخدمها هنا ازايز قابله للخلع اليدوي، يعني اقدر افتحها بايدي، تمام. اوعى وانت بتشتري تجيب ازاز محتاج مكن كبس عشان اخلعه، ان المكنه لوحدها تكلفتها عاليه، ثانيا في مخاطره ان انا ممكن اكسر الازازه لو انا مبتدئ في مجال العطور، وهيكون معايا الموضوع صعب جدا. اهم حاجه واحنا بنختار الازاز يكون ازاز بيتفتح بالايد مش محتاج مكنه. في بقى شويه لمسات جميله كده، ممكن اخلي ازازه البرفان ذات نفسها عاطيه لون، لونها ازرق، لونها احمر، لونها اورنج، لونها اصفر، لونها شفاف، على حسب الحاجه اللي انا عايزها. مع شويه مثبت الموضوع معاك هيبقى تحفه، هتاخد لك انت اصلا من الشغل ده ازازتين في البيت هتحتفظ بيهم ترش منهم. ده شكل ازازه البرفان بعد ما اتقفلت، لونها تحفه، غطا ممتاز، ازازه شكلها كويس جدا، وكده كمان لسه ما اتحطتش في العلبه.